في أول تصريح له بعدما استقبله الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي في الدار البيضاء وتعيينه رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بن كيران، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للصحافة الإلكترونية إنه معتز بثقة الملك محمد السادس. وأكد العثماني في تصريح من القصر الملكي بالدار البيضاء: اعتز بثقة جلالة الملك، أحس أن المهمة صعبة، مضيفا: سأحاول القيام بجهدي والاستجابة لما تمليه هذه المهمة. وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بعد زوال اليوم الجمعة أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان بلاغ للديوان الملكي قد أورد أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية. ولفت الديوان الملكي الانتباه إلى أن الملك محمد السادس فضل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، قبل أن يؤكد أن الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.